الآن ما رأي الأخوة الحضور أن نستمع إلى صوت شعري جميل ومبدع، إنه صوت الشاعر الشاب المبدع حسين القاصي. السلام عليكم. قد جئت أركض متعبا وكل همي أنني الأول أصير، فانقلب التوثيق في زمانه ليبدأ العد من الأخير، وها أنا أمامكم الفائز الأول بالأخير. تبع المسوي. حين استفز ولم يجد أوجد حلما فحنط مقلتيه لينجده. حين استفز ولم يجده أوجد حلما فحنط مقلتيه لينجده. من عاد في الفصل الأخير لمسرح حتى يتوج بالخلاصة مشهدا، فتهافت الجمهور يطلب فرصة أخرى ومعنى آخر كي يفقد. لا تأمل الأوراق واعلم أنها أنثى تبيع فؤادها كي تسعده. أهنئ الأستاذ فهد الأسدي على كل ما بذله وعلى جهاده وعلى وقفته هذه. شكرا. هناك تنويه بسيط بأن الاحتفالية القادمة ستكون للشاعر المصري المبدع كاظم الحجاج. الآن ما رأيكم أخوتي أن تتشرف المنصة بفارس هذه الأمسية القاص المبدع الجميل فهد الأسدي، فحيوه. الآن سيتكلم أستاذنا المبدع الكبير فهد الأسدي عن تجربته الطويلة والمريرة. فأهلا وسهلا الأستاذ الفاضل فهد الأسدي. أنتم مساء أيها الأصدقاء الرائعون. يقال الفيلم البالي ينقطع في مشهد الجزيرة. خبرت بهذه الندوات قبل يومين أو ثلاثة، وأن الجلطة الدماغية ما زالت مقيمة في رأسي وفي أعضائي. تحملت على نفسي وقلت عش، البث واقفا، لا تنحني إلى الريح، لا تودع فهناك الأحبة. سميت هذه الجلسات بظل الجوف هذا اللقب الذي قد استحقه أنا فيها نظر، ولكن
الأصدقاء الذين اعتنوا هذه المنصة يستحقونه حتما، ذلك لأن الذين أخذوا منهم هذه الصدارة غابوا عن الصدارة. تذكرت هذه الأمسيات وما يقال فيها بوصف جميل للروائي العظيم، الروائي الزنجي الأمريكي ريشارد رايت. ذكرت هذه الكلمة وأنا أقرأ له كتابه الرائع عن مواطن تومبي. تحدث فقال: كنا جنود شتاء، لقد كنا حقا جنود شتاء. وبقيت أفكر في هذه الكلمة، ماذا يقصد هذا الروائي بجنود الشتاء؟ لماذا أسمى نفسه بأنه جندي شتاء؟ حين عرفت معنى هذا المصطلح تمنيت على نفسي أن أكون مع أولئك الجنود، جنود الشتاء. ذلك أنه قال أيام الحرب الأهلية الأمريكية كان الجنود يكثرون في وقت الصيف عندنا، أما مع الأوحال ومع الثلوج فقد كان هؤلاء الجنود يقلون. ولقد وطنت نفسي على أن أبقى واقفا مع هؤلاء القلة، ذلك لأني جهدت لفن القصة في العراق أن يحافظ على عمود القصة إن صح التعبير. أردت للقصة أن يظل لها عمود، وأردت للأدب العافية، وعرفت بأن الأديب لا يكفي أن يكتب اسمه على الورق. عرفت أن الأديب إنسان أولا، وقدمت الإنسان على الأدب. ترى هل أفلحت في هذا المسعى أم أخفقت؟ هذا أتركه لضمائركم الحية أيها الأدباء العرب، أيها الأدباء الكبار. وعذرا أيها الأصدقاء، عذرا، ففي رقبتي دين لا أستطيع الوفاء به لكل الأصدقاء الرائعين الذين تحدثوا في هذه الجلسة. أظل مدينا لهم حتى أستطيع أن أكسب عافيتي. عند ذاك سأهتف لكم أيها الأصدقاء، سأهتف لكم بالشكر. وعذرا